دخول فريق الأرضية الملعب في أجواء يمكن أقول استثنائية، في أجواء استثنائية. نحن لسنا في سانتياغو، ولسنا في البرنابيو، ولسنا في سان سيرو، نحن في ملعب الكبير لطنجة. نعم، ملعب كبير لطنجة. نفتخر بهذا الملعب، ونفتخر بهذه المدينة، ونفتخر بهذا الجمهور، ونفتخر بهذا التنظيم في مقابلة تعكس صورة حضارية. شوف ماذا يصنعه الطنجيون، شوف ماذا يصنعه الطنجيون في الفراج الأيمن. يعني صور تبعث على الدهشة، تبعث على الإعجاز، تبعث على قشعريرة الأجساد والأبدان. فيما التعبير كيفما حاولت أن نعبر لن أفي هذا الجمهور ولن أفي حقه. هذه صورة الطنجيين، هذه صورة الشماليين، هذه صورة مناصر كرة القدم المغربية. صورة أخرى، صورة أخرى تعطى عن الوطن. امرح يا وطن، اسعد يا وطن بهذا الذي يخلقه الأنصار. سجل المجال الاعلامي انه بدون اعلام، اقول اكرر بدايه المقابله بدون اعلام محترف وراقي وواعي بالمسؤوليه لن نحقق المبتغى من الرياضه عموما وكره القدم على الخصوص. اذا كل زاويه اتحاد طنجه، اتحاد طنجه المرابط 36 سنه، اكبر معمر، اكبر لاعب في الدوري المغربي كره القدم. كره القدم كيلعب امام زملاء الامس، هو ابن تطوان، انما حال كره القدم هكذا. اليوم هو بطنجه يحمل معه تجربه طويله. زاويه اولى للطنجيين من جهه اليوم يسرى مرمى الحارس، تمريره على المقاص، تدخل الدفاع من جديد، الكونترول صحيح، تبادل باللمسه الوحيده، لمسه جوج، تمريره، ضغط كبير، ضغط قوي في هذا، ضغط قوي في هذا التمريره من اليمين، انما المعاوي عبد الغني لاعب سابق لفريق الاولمبيك كازافي والزاويه الثانيه. ضغط رهيب، ضغط رهيب لفريق اتحاد طنجة. هذه البدايه والمقابله بالتاكيد ستكون ساخنه، ستكون مشتعله، ستكون يعني ستدور فوق صفيح ساخن. الزاويه الثانيه نفس المنفذ، مرابط 36 سنه، ابن تطوان للموسم الثاني على التوالي، واحد من القلائل الذي صعد مع ثلاث انديه، مع تطوان ومع اتحاد طنجة ومع اتحاد زمر خميسان. كره لمرابط، تبادل ثنائيه، اللمسه الوحيده، جميله جميله جميله، انما من جهه السيده المطالبه بضرب الجزاء. فوزي عبد الغني يسدد، انما الصواب الحكم قريب من العمليه، الحكم الحرج. هكذا عيت دائما من سينفذ ضربه خطا طنجيه. الحكم يؤشر للمرابط، محاوله انطلاقه، فرصه، ضغط رهيب، ضغط رهيب، لمسه ساحره. خرج اكثر من مناسبه خارج القواعد، وقدسنا داخل النادي القنيطري. كره طنجيه تمشي عند رفيق، رفيق من سيفعل، رفيق يراوغ، الحركه الاضافه، محطات متعدده للاعب، دامت الاخلاق، اخلاق عاليه لهذا اللاعب، وامكانات مهمه لهذا اللاعب، تجربه كبيره، خدم مسؤوليه تنفيذ ضربه جزاء ودار كره في 11 متر. رفيق ينطلق، رفيق ينطلق وجها لوجه امام الحارس الشاب عدنان العاصمي. هل يكون عصاما ويصد هذه ضربه جزاء؟ كل شيء وارد في المستديره. لا ثقه في كره القدم. الحكم يؤشر للاعبين الخروج خارج المعترك. رفيق، رفيق وجها لوجه امام عصام العاصمي عدنان، العاصمي عدنان. رفيق ينطلق، رفيق ينطلق، رفيق ينطلق في حالة تركيز، انطلق، رفيق يسجل، رفيق يسجل. اتحاد طنجة متفوق بدل في الصفر. الهستيريا في المدرجات، شوب حارقة، الالاف الحراجات تصلح باسم اتحاد طنجة، تصلح باسم اتحاد طنجة. الهستيريا في المدرجات، الهستيريا في المدرجات، وصمت رهيب في
كنسموه الفراش الايسر، حيث يتواجد تقريبا 300 مناصر تطواني. كرة القدم، المقابلة اشتعلت، المقابلة اشتعلت. ترقب رد فعل الفريق المغربي التطواني، رد لوبيرا ربما تصور اي سيناريو الا هذا الذي يشاهده الان. لوبيرا مشى عصام العاصمي، مشى مع كرة عبد الصمد رفيق، انما الله غالب كرة اخترقت المرمى. المؤكد الان المغرب التطواني منهزم ب1-0 في هذه المقابله، في الاجواء الهستيريه. اذكر انتم معنا في بث مباشرين ليس من نيوكوم ولا من برنابيو ولا من سان سيرو، انما من الملعب الجديد لطنجه بمنطقه زيتن. انطوى القمه من ضمنهم سيبوفيتش البوسني. كل اللاعبين امام مرمى، فرصه بوخريز فعلها، انما يمكن نعتبر انه يسجل ورافع صحيح. اللي لمس الكره اللمسه الاخيره للمرمى هو بوخريز. كان فعل خيرين على الفريق. شوف رفيق ماذا فعل، شوف رفيق عبد الصمد ماذا فعل. يعني هنا الاعاده، هنا تسديده قويه من مش الحارس. ارتطمت بالعمود الايمن، رجعت عند بوخريس باللمسه الوحيده. هدف للصفر. تطوان تراقب ماذا يفعل طنجيون في هذه المقابله. قطار تطوان توقفت تماما. قلت المسؤولية أودع. كرة طنجية تطوانية، ياسر الكحل ابن تطوان رجع الوداد بسنتين، عاد للقلعة التطوانية. ياسر الكحل يمرر، فرصة هدف يقلص الفريق. قلت هدف يجي استراتيجي من المقابله، هدف لفريق المغرب التطواني. الموقع نصير الميموني، كره ثابته ولست ادري لماذا هذا الاحتجاج للحارس بسطره. ربما غيتلقى انذار، ربما اذا تلقى انذار سيكون مجاني. اللي فاز ونهى ب2-0 في الوقت اللي انهزم في ملعب تشيبولا بالحسيمه ب1-0 وخرج مرفوع الراس امام فريق كبير هو فريق فرصه. فعل زيد كروش ومنين؟ من زاويه مستحيله، لونغل امبوسيبل ويسجل منه زيد كروش في لحظه ذهول. انسلك الزئبق، سدد قذيفه مرت بين يدي الحارس. هدفا داخل كل شبكه. انتعاش 400 مناصر تطواني، سكون مطلق في كل المدرجات. تغيرت وتيره المقابله. زيد كروش يمكن نقول كفر على افعاله وكفر على ما سبق ان قام به داخل القلعه التطوانيه. هدف رائع، خدا انذار. هدف يمكن نقول فيه الصنعه. افضل ما فعل فريق المغرب التطواني هو هذا الهدف، يجيب الصنعه يعني هدف محبوب بشكل صحيح. انذار ما تعطاش الراس ديالو. هنا الاعاده، هنا متلتريون قشميد، هنا نزل ما كاينش تسلل. شوف شنو غادي يعمل. اعتقد الحارس بالطروان غيمرر. شوف فلونك الفيرمي. هنا لاعب داهيه. اهدافهم سيل من الاهداف. هدفان داخل كل شبكه بين الاشقاء. تطوان تعود من بعيد. تطوان تحلق عاليا وتعود من بعيد. هدفان داخل كل شبكه. ارتفعت وتيره المقابله. كره للمعاوي. الزاويه الخامسه بسطاره. كره طنجيه تمشي عند بكر الهلالي، يمر عرضيه بحال المرور. الحكم يقدر فرصه يمكن كانت مطالبه بضرب جزاء، انما الحكم قريب من العمليه. والزميلين محمدي المخرج مشكور الى باقي الزملاء التقنيين الذين يؤمنون النقل خالد المذكوري وباقي الرفاق. يعني شوف التمريره العرضيه البينيه من بكر الهلالي، مشى في الممر الايمن، مشى يمرر. هنا تسديده كانت لمسه انما انفولونتير، ولو تكون لمسه يد هي انفولونتير، انه اللاعب ما تعمدش يخرج الرجل اليد ديالو اليمنى في الوقت اللي بقات ملتصقه هنا من زاويه اخرى. هنا التسديده القويه ديال الامعاش، انما يقظه كبيره للدفاع، والعمود الايمن ينوب على مرمى الحارس عدنان العاصمي، حارس مرمى فريق المغرب.